بدأ في تنظيف الجزء الخلفي للسيارة، فك مواسير الفرامل اللي رايحة للكاليبر الخلفي، وكمان خراطيم ترمبات البنزين. وبعد التنظيف الكامل العربية بقت جاهزة للقص وتركيب الفريم الخلفي اللي اتأثر بالحريق. قرروا يقطعوا عند الوصلة الأصلية اللي المصنع لحم فيها القطعتين، ودي نقطة كويسة جدا هتساعده يطلع مقاسات مظبوطة للفريم بعد اللحام، عشان كل قطعة تركب على الفريم تعمل وظيفتها في التشغيل بشكل سليم. خد قطعة من الفريم القديم وبدأ يعمل اختبار لحام تجريبي عشان يحدد نوع معدن الألمنيوم. وبعدين بدأوا فعليا في تحديد خطوط القص وتنظيف أي بقايا دهان، ولازم يكون الألمنيوم نظيف 100% قبل اللحام. بعد شوية قص وتنظيف بأسيتون دخلوا الشاسيه البديل، بدأوا في تركيبه في مكانه وكل حاجة ركبت في مكانها تقريبا. اتأكدوا بالمسطرة والقياسات إن المسافات متساوية 100%، وبعد شوية تعديل بسيط بقى جاهز للحام. لحموا الفريم في الأماكن اللي قرروا هيتعمل فيها اللحام، والنتيجة طلعت ممتازة، وفي يوم واحد قدروا يركبوا الفريم الخلفي الجديد، وده يعتبر إنجاز ضخم في المشروع. كل القياسات مظبوطة واللحام نظيف والجزء ركب في مكانه صح. الخطة اللي بعدها كانت إنه يشتري موتور العربية، وزي ما قلنا الاختيار المناسب بالنسبة له كان الموتور ال اس من شوفرليه، وكوده كان ال كيو 4، وده موتور مخصص للشاحنات. خيار غريب لكن واضح إنه أرخص وأحسن خيار، لأن البلوكة الحديد هتستحمل توصل ل1000 حصان، وكمان الكومبريشن ريشيو للموتور ده قليلة، فهيقدر يستوعب البوست الكبير اللي هيتولد من التربو.